عملت فيديو من شويه على الحساب التاني، قلت ان حمدي فتحي مش هيجي الاهلي، وقلت ان النادي الوكره القطري عايز يجدد له موسمين على الموسمين بتوعه، يعني 4 مواسم. انا بالنسبه لي حمدي فتحي فاضل له موسمين في نادي الوكره القطري، والاهلي مش عارف يجيبه. كل الناس بقى داخله على الكومنتات عماله تشتم وتقول لي هو بيلعب فين دلوقتي؟ ما هو جه يا اسطى، ما هو لعب ماتش باتشوكا يا اسطى، ما هو اهلاوي اهو يا اسطى. يا ابو راس بخخه منك ليه؟ افهم بدل ما انت عمال تبخ كده وخلاص، يهبل يا ابن الاهبل. افهم منك ليه. عايز اقول لك ان حته ان حمدي فتحي ده جاي اصلا اعاره، هيلعب ماتشات كاس العالم. كملنا في المجموعات هيكمل معانا، طلعنا من المجموعات هيطلع وهيرجع بلده تاني اللي هو قطر، وهيلعب في الوكره القطري. انت فاهم؟ يروح يلعب في الوكره القطري تاني، مش هيبقى موجود في الاهلي. فهو معاك في كاس العالم، بس لعبت ماتشين، لعبت 3، لعبت 10، لعبت 20 في كاس العالم. هو معاك في فتره كاس العالم، بعد كاس العالم هيرجع نادي الوكره القطري تاني، فهو جاي لك اعاره في كاس العالم. الاهلي عايز يخلصه بشكل نهائي عشان يبقى معانا على طول. يهبل يا ابن الاهبل انت وهو. انت فاهم؟ مش عايزك تبخ وتطلع بقى تعمل لي فيها فلوطه وانت ما بتفهمش اي حاجه. انت فاهمني؟ فكلامي للناس المتخلفين، في فئه كده متخلفين في الاهلاويه، يعني الاهلاوي في فئه كده متخلفين اللي هم الصغيرين اللي عندهم 15 سنه اللي مش فاهمين اي حاجه. انت فاهمني؟ لان انت بتخش تشتم في الكومنتات وده معصب، بتخش تفتي، عارف؟ انت بتخش تشتم على حق، يعني انت بتخش تشتم مش على حق خالص. لو انت على حق هسكت. انت فاهم القصه؟ فعايز اقول لك قوي معلوماتك يهبل يا ابن الاهبل منك ليه. حمدي فتحي اعاره بس، مش بيع.